ومكناس ومراكش وأكادير، على أن يتم توسيعها تدريجيا لتشمل باقي الأقاليم والعالم. هيئة المحامين بطنجة في هذه المرة ارتأت أن تنظم مناظرة وطنية لمدة يومين، اليوم وغدا إن شاء الله، حول السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان. الغاية من هذه المناظرة هو وهذا يتضح من خلال الجلسات الموضوعية المبرمجة مساء اليوم، هي الاستماع إلى رؤى وتصورات وارتسامات الجهات الرسمية والجهات غير الرسمية، إضافة إلى الجهات التمثيلية سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى الجماعات الترابية، لمعرفة رأيها وتصورها حول مدى استحضار الدولة المغربية على مستوى التشريع، على مستوى الإجراءات والقرارات الإدارية، مدى استحضارها للبعد الحقوقي في هذه السياسات. أكيد هناك تقاطعات سنقف عندها بين جميع هذه الأطراف، سواء في الاتجاه الإيجابي أو في الاتجاه السلبي. في نهاية المطاف لا يمكن لهذه المناظرة أو هذا التناظر بين هذه الأطراف التي ستنظر وتنظر أصلا إلى الموضوع حقوق الإنسان من زوايا مختلفة، زاوية الفاعل الرسمي وزاوية الفاعل يعني غير الرسمي. نأمل ونطمح إلى أن نخرج بتوصيات تساعد وتساهم في استحضار وتكريس الوعد الحقوقي عند وضع السياسات العمومية من طرف الدولة المغربية على جميع المستويات كما قلت لكم. هذه المناظرة كما كتلاحظوا من البرنامج هي بشراكة مع مؤسسات رسمية، السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، رئاسة جامعة عبد الملك السعدي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويحضرها كذلك من خارج هذه المؤسسات وسط المملكة كذلك، ومن خارج هذه المؤسسات الرسمية هناك كذلك فاعلين جمعويين ومؤسسات غير حكومية، منظمات حقوقية، مختلف المنظمات الحقوقية وفاعلين آخرين. نأمل ونتمنى كما قلت لكم أن نحقق الغايات المرجوة من هذه المناظرة، ونعول على مساهمة الجميع ومنهم وسائل الإعلام في التعريف بأهداف وغايات هذه المناظرة. فنتمنى التوفيق إن شاء الله، وشكرا لكم. في إطار هذه المناظرة الوطنية حول السياسات العمومية وحقوق الإنسان، تأتي مشاركتي في إطار الحديث عن تدبير الشأن الديني بالمغرب. هذه المؤسسة التي هي ربما تختلف عن باقي المؤسسات وباقي السياسات الأخرى، باعتبار أن الشأن الديني هو من اختصاص أمير المؤمنين، ووضع له وزارة تابعة له مباشرة تعمل في إطار مراسم ودعائر ملكية، وأيضا نصب له المجلس العلمي والمجالس العلمية المحلية. إذن هذه تجربة خاصة بالنسبة لتدبير الشأن الديني، لا تدخل في إطار السياسات الحكومية ولا السياسات الحزبية، بل هو تدبير خاص بإمارة المؤمنين، باعتبار أن الشأن الديني هو شأن الأمة جمعاء ولا يمكن أن يسير وفق اتجاه معين. المناظرة الوطنية حول السياسات العمومية حول الإنسان، المؤسسات والسياسات والآليات، السياقات ترتبط بمجال السياسات العمومية. الأكيد الآن على أن المقتضيات الدستورية الجديدة تتحدث عن السياسات العمومية من خلال توسيع مجال القانون، من خلال دستور مجلس الحكومة. الأكيد أيضا على أن السياسات الحكومية تنتج من داخل مجلس الحكومة، في حين السياسات العامة يتم التداول فيها من خلال المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك. المناظرة الآن من خلال رؤى متعددة، مقاربات متعددة، مقاربات ترتبط بالمجال المؤسساتي من خلال مداخلات علاقة بالسلطة القضائية، علاقة بالنيابة العامة، بالحكومة، كل التعبيرات ذات الطابع المؤسساتي، وكذلك التعبيرات ذات متعلقة بمؤسسات الحكمة كمؤسسة الوسيط كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا جانب. مقاربة أخرى ممكن توصفها بالتعبيرات خارج المجال المؤسساتي، ترتبط بالفاعلين المدنيين. والأكيد أن المقتضيات الجديدة لدستور 2011 جاء بمبادئ جديدة ترتبط بدستة مقاربة تشاركية. الآن القرار العمومي، أقول القرار العمومي
والسياسات العمومية أصبحت ملكا مشتركا بين الدولة والمجتمع، بين الفرد والسلطة. هذا طبعا يعطي للفاعلين المدنيين أن يؤثروا في القرار العمومي، أن يؤثروا في السياسات العمومية عبر بعض الآليات المضمونة في الوثيقة الدستورية، مرتبطة بتقديم الملتمسات، بتقديم العرائض، بالمقتضيات المرتبطة بالدفع بعد الدستورية طبقا مقتضيات الفصل 133. الآن هناك نقاش يتعلق بالقانون التنظيمي. هناك مجال آخر يرتبط بالعمل البرلماني والوحدات الترابية وعلاقتها بتقييم السياسات العمومية. هذه اللجنة الموضوعاتية الثالثة. هذه اللجنة الموضوعاتية الثالثة ستتم مقاربة ما يسمى بالسياسة المجالية المرتبطة بالجهة، مرتبطة بحدود إعمال البعد الحقوقي على مستوى السياسات المجالية. إذن المناظرة الوطنية للسياسات العمومية وحقوق الإنسان أولا هي مناظرة استثنائية، لأن أول هيئة في المغرب هي هيئة المحامين بالمغرب تقارب هذا المجال. طبعا ربما نتحدث عن حتى المجال العمومي، حتى النقاش العمومي لم يرتقي بعد إلى مقاربة هذا المجال من خلال هذه الأبعاد المرتبطة بمجال حقوق الإنسان. طبعا عندما نتحدث عن الوثيقة الدستورية أصبحت الحقوق والحريات وأصبح الاختيار الديمقراطي كمبدأ فالسلطات، الاقتراع العام، نظام الانتخابات جزء من ثوابت الدولة، جزء من ثوابت الأمة. إذن هذه المناظرة هي مناظرة بأبعاد متعددة، بأبعاد ترتبط بمجال المؤسساتي المرتبط بنظام السلطات، المرتبط بمؤسسات الحكمة. مجال آخر يرتبط بالتعبيرات خارج المجال المؤسساتي المرتبطة بالفاعلين المدنيين، ومجال آخر يرتبط بالعمل التشريعي بالعمل البرلمان والوحدات الترابية. هذا اليوم يتم التداول في هذه المجالات من خلال هذه المقاربة الثلاث. غدا إن شاء الله سيتم تقديم التوصيات والتقارير، وبالتالي نعتبر على أن هذه المناظرة هي مناظرة استثنائية باعتبارها تناقش قضايا عامة، باعتبارها خلقت حدثا سياسيا يرتبط بالحدث التشريعي والقضائي والحقوقي بشكل ممنهج وعرضاني على البعدين البيئي والثقافي لفعالية الحقوق. فقد بينت التحولات البيئية